اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل النهارده الناجتس بتاع المصاني بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات موجوده كلها عندنا في البيت، وبنص كيلو بس من صدور الدجاج. هتعملي كميه وفيره زي ما انت شايفه كده. بتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه هبدا بيها معايا نص كيلو من صدور الدجاج، نحطها في الفريزر حوالي ساعة او ساعة ونص لحد ما تتجمد معانا بالشكل ده. بعدين هنطلعها ونبتدي ان احنا نقطعها قطع صغيرة علشان تتفرم معانا في الكبة او محضرة الطعام. ضرب ناعم جدا جدا، مش عايزين فيها اي انسجة ومش عايزين فيها اي قطع خالص من الفراخ. عايزين نطحنها ونفرمها كويس جدا جدا على قد ما نقدر. هنحطها في الكبة بالشكل ده وهنضربها ضرب ناعم. طيب ايه المكون التاني اللي انا هستخدمه؟ هي كوباية من فول الصويا، غسلته كويس جدا جدا ونقعته لمدة نص ساعة. بعدين عصرته من المية وخليته في طبق على جنب. بصوا الفراخ بعد ما فرمناها كويس جدا جدا في الكبة، هنبتدي ان احنا نطلعها ونحطها في طبق خارجي، ونبتدي على طول نحضر المكون التاني اللي هو الفول الصويا. تمام. بعد كده هضيف عليه بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هضيف عليها 2.5 معلقة صغيرين من الملح، ومعلقة صغيرة هرمية من البابريكا المدخنة او البابريكا العادية، مش هتفرق. بعد كده هبتدي ان انا اضيف عليها نص معلقة صغيرة من الحبهان والورق اللورا المطحون، وهضيف عليها معلقة صغيرة هرمية من البصل البودرة، وطبعا هنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. بس القطع يعني الخطوة دي ما تصورتش معايا. تمام. وهنفرمهم ضرب ناعم جدا جدا في الكبة. بعد ما فرمناهم بالشكل ده هنجيب بقى طبق ونبتدي ان احنا نفضي فيه الفول الصويا. بصوا لما ضربناه لازم تطحنيه كويس جدا 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 في محضرة الطعام بتاعتك. هناخد بقى الفراخ ونبتدي ان احنا نحطها على الفول الصويا بالشكل ده. هضيف عليهم ايه؟ هضيف عليهم 2 معلقة صغيرين من الدقيق. تمام، 2 معلقة صغيرين من الدقيق. وبعد كده هضيف عليهم كمان كيس من خلطة التوابل بتاعة البطاطس. محدش يستغرب انا ازاي استخدمتها في الناجتس، بس هي فعلا بتفرق جدا 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 يا جماعة في الطعم. كلها الماركه ديت مشهوره وموجوده في كل السوبر ماركت، تقدر ان انت تجيبي منها كيس وتضيفيه على خلطه الناجتس بتاعتنا. طيب هنضيف ايه كمان؟ احنا هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وبملمس ايدينا هنشوف احنا هنحتاج ايه وهنضيفه. انا ابتديت ان انا اعجنها كويس جدا جدا بالشكل ده، فحسيت ان هي بتلزق معايا شويه. ابتديت ان انا انزل عليها كيسين من الفيجيتار بتاع البانيه. لو مش حابه ان انت تضيفي الفيجيتار بتاع البانيه تقدري تحطي 3 معالق من البقسماط العادي، بس انا افضل ان انا احط كيسين من الفيجيتار عشان بيبقى فيه برضو توابل وبيبقى فيه مكسبات طعم، ودي بتعزز لي طعم الناجتس جدا جدا جدا، وما بتخليهوش يفرق اي حاجه عن الجاهز اللي احنا بنجيبه. على الاقل احنا هنا عاملين الناجتس ضامنين جودته، ضامنين ان احنا حاطين فيه فراخ. لكن بتاع المصانع مش دايما بيبقى نوعه كويس، وساعات بيبقى عباره عن خليط ما فيهوش اي فراخ خالص ومزودين فيه توابل، وانت تبقي مفكره ان هو فيه فراخ لكن هو ما بيبقاش فيه فراخ. فانا بنصحك ان انت تعمليه في البيت، انضف واحسن واوفر ومضمون لاولادك وياكلوا فيه الكميه اللي هم عايزينها. هنبتدي بقى ان احنا نمسك قطعه قطعه نعملها كور كده بحجم الليمونه. تمام، قطعه بحجم الليمونه. والناجتس بيتشكل باي طريقه انت عايزاها. طبعا هنجيب بقى كيس معانا، كيس من اكياس التلاجة، منعا ان احنا نهدر مواعين كتير عشان ما نقفش نغسل مواعين كتير. فانا جبت كيس وهبتدي كمان ان انا افرد فيه الناجتس بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، لان انا لو استخدمته على ايدي هيبتدي ان هو يلزق في ايدي، وهلاقي ايديا الاتنين اتبهدلوا من الدقيق والناجتس. فانا عايزه احافظ على الشكل بتاعه بدون بصمات الايد.
تمام اهو بايدينا كده بخفة يد هنبتدي ان احنا نفرده بطريقة مبسطة جدا وهيطلع معانا من الكيس على طول. هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نغلفه بالدقيق. الكمية كلها هنعملها بنفس الطريقة دي وبنفس الشكل ده، وهنحطه في الدقيق وهنطلعه في طبق خارجي لحد بقى ما نعمل ليه خليط كده حلو جدا 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 علشان نضيفه للخلطة المقرمشة، الخلطة بتاعت الناجتس بتاعت البانيه بتاعت الفراخ المقرمشة موجودة في كل عطار. هتشوفوا شكلها دلوقتي وهتشوفوا انا عملت بيها ازاي. تمام بصوا اهو بالطبطبي كده عشان الايد ما تقعدش تلزق. بشرح لكم يعني بايدي على اساس ان انتوا سامعيني، بس انا بسجل لكم الصوت عشان طبعا بيبقى في قلق جنبي من الاطفال فاللي هم اولادي يعني، فما حبيتش ان انا اصدعكم وقلت ان انا يعني اسجل لكم الصوت يبقى خارجي. طبعا ده ما يمنعش ان انتوا تحطوا لايك للفيديو، ولو انتوا لسه جداد اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا لازم تعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم وقرايبكم واي حد تعرفوه علشان يستفاد من الوصفة بتاعت النهاردة. وان شاء الله كل اللي هيجربه هتعجبه جدا جدا جدا. اهو بصوا بالشكل ده. هنعمل بقى هنا خليط عن عبارة عن بيضاية وربع كوباية من المية عليها ربع كوباية من الحليب. لو عايزة تستخدمي حليب بدون مية ممكن تستخدمي عادي، بس انا عملت الوصفة اقتصادية يعني فحطيت ربع كوباية من الحليب على ربع كوباية من المية ومعاهم بضاية ورشة من الملح وحطيت معاهم رشة من الفلفل الاسود. واهم حاجة ان انتي تقلبي الخليط ده كويس جدا 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 لحد ما تلاقي ان الصفار بتاع البيض ده داب كويس جدا جدا مع اللبن. تمام علشان ما يبقاش فيه تكتلات من الصفار او تكتلات من البياض تلزق بقى في الناجتس ولا كده. لا احنا عايزين الخلطة كلها تبقى مضروبة كويس جدا جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين دوت خلطة البانيه او خلطة الناجتس بتتجاب من عند العطار باي كمية انت عايزاه. عايزة تجيبي ب10 جنيه، عايزة تجيبي ربع كيلو، عايزة تجيبي نص كيلو، عايزة تجيبي كيلو، جيبي اللي انت عايزاه واعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا جبت حبة اهو وحطيتهم في طبق وهبتدي ان انا انزل طبعا الناجتس في الخليط بتاع الحليب واللبن والبيض الحليب والمية والبيض، وهبتدي ان انا انزلهم بقى في الخلطة المقرمشة اللي انتوا شايفينها دي وهنضغط عليها كويس جدا جدا علشان الخلطة المقرمشة ديت تثبت فيها. تمام هنمسك كمان واحدة وهنبتدي ان احنا نطلعها ونصفيها كويس جدا، ولا يهمكم لو حاجة زحلقت منكم عادي جدا وارد يحصل معانا في المطبخ حاجات زي كده. هنصفيها اهم حاجة من السائل ده ونحط عليه الخلطة الخطيرة اللي انت شايفاها قدامك دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احلى ناجتس هتعمليه في البيت لولادك بدون بقى بطاطس، وفعلا لما هتيجي تاكليه هتحسي فعلا ان انت بتاكلي ناجتس بطعم الفراخ. في شركات كتيرة جدا الله يسامحهم بيبقوا عاملين الناجتس عبارة عن مكونات ملهاش علاقة خالص خالص بالدجاج. تمام لكن احنا عاملينه في البيت وضامنينه واحنا بايدينا وضامنين نظافته وضامنين جودته وضامنين ان احنا حاطين فيه فراخ بطريقه سهله جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا خلصت الكميه كلها بالشكل دوت. النص كيلو من البانيه وعليه كوبايه من الفول الصويا بالظبط عملوا لي 29 قطعه ناجتس كبيره زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك ان القطعه كبيره مش صغيره ومناسبة جدا جدا لأي سندوتشات لأي رحلات لأي حتة تعمليه. هتحطي في العلبة بالشكل ده وما بين كل طبقة وطبقة هتحطي كيس من أكياس التلاجة وهتبتدي ان انتي ترصصي الناجتس بالشكل ده. هيفضل محافظ على طعمه وقوامه وشكله ادام انتي محافظة عليه في علبة محكمة الغلق، وهيقعد معاكي بجد 6 شهور في الفريزر من غير ما يحصل له اي حاجة خالص. لما تحبي تعملي منه هتطلعيه و
تسيبيه ساعة بره الفريزر، وبعد كده تقليه في زيت غزير يكون درجة الحرارة بتاعته مش عالية قوي عشان ما يتحرقش معاكي ويفضل من جوه لسه ناي. بس بتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي. وما تنساش تحطوا لايك للفيديو لو انتوا وصلتوا لحد هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.